وخدت قبلة الحياة لما جاب نسيت كمان لما محمد عبد الغني جاب الجون بتاع التعادل، بدل ما يبقى كان فرق كذا 7 كان بقى فرق 5. تمام. وفي نفس القصة، هو انت ناسي انك عندك حكام سفلة طيروا منك 7 بونت بالبلطجة. انا مش دعوه بالاهلي بقى، يبقى هو جاي من الاهلي. انا اكسب اسوان 4 و5 تاني، اكسب اسوان 4 و5 واكسب الداخليه 4 و5 واكسب الاتحاد ده 5-0. ما انا كسبان الطلايع 4 وكسبان مش عارف مين 4، لكن الحكام طيروا منك 7 بونت، فاقف ورا فريقك. ومتحملين جامايكا والقرف اللي معمول من هنا ومن هنا، متحملين القرف ده. هتقول لي ما فيش جامايكا؟ عبد الحميد حسن قال لك في جامايكا. لما العيال عنده تعارض قال لك ما احنا لازم نصدق برضه، ما احنا مسلمين وفي القران جه السحر في القران، ما تمام. لكن احنا بقى لما بنيجي لا احنا كفار قريش. لا ما في لا ما فيش سحر عندنا، كفار قريش. هو في ايه؟ فعباس انت وعصابتك وهاني شكري والاشكال دي، وانت يالا بتاع صفوت عبد الحليم اللي ثبتوا في قتله وموته، ارحمونا بقى، ارحمونا. جمهور الزمالك اقف ورا فريقك. النهارده هيتذاع الفيديو بعد ده على طول بتاع اخويا محمد مصير. انا ما بغلطش فيه خالص، لانه في النهايه صاحبي، انا ما بغدرش. لكن زعلان منه، زعلان منه عشان خان العهد، خان الوعد. تمام. ده رقم 1. 2 بيسلط عيال يشتموني. يعني انت فاكر لما هم يشتموا، يعني هو انا راجل اسكندراني جدع، كل اسكندريه جدعان، انا قاعد كده خلاص. هيسمعوا دلوقتي محمد مسيحي بيقول لك اللي وقف معانا الوحيد مرتضى منصور نادي الزمالك. انا كلمتي واحده، مروان لو طلع هيطلع نادي الزمالك، وفجاه يودي الاهلي عارف لو ده بيراميدز مش هنزعل، ده موديه النادي المنافس. اصل الخطيب جه لي البيت واتغدينا وعائليا اصحاب بعض. طب وشعب اسكندريه الجميل المحترم ده اللي بيتفرج عليا وعليك، بيتفرج عليا وانا بديك اللي انت عايزه، وبيتفرج عليك وانت بتحرمني من اللي انا كنت عايزه. المفروض كده لما قلنا لك ادهولنا، مش كده؟ مع ان في الحقيقه بقول لك تاني، مدير الفني اقسم بالله هو برضو الجمهور. مروان اقسم بالله العظيم دونجا قد مروان 5000 مره، ودونجا اللي راح بيراميدز قده 5000 مره. بس انا طبعا لان دونجا ولد كان يعني معانا العقد بتاعه اصلا، لان قلت هنجيب 2 دونجا ما يعملوا قفله مع بعض، خلينا دونجا واحد خلينا في دونجا واحد. وربنا وفق دونجا في البتاع وعايز اقول لك يا اسمك يا ممدوح عيد، خليك في السمساره يا ابني، ما توقعش البلاد في بعضها. دولة الإمارات دولة محترمة، وسالم الشمس ده راجل محترم جدا. ما تقعدش بقى تقول وأصل عشان استثمارات دولة الإمارات. هو أنت اللي بيجيب ده استثمارات دولة الإمارات؟ شعوب بتحب مصر، شعوب. عشان هقول قطر، شعب قطر بيحب مصر. حكام السعودية، البحرين، الكويت، كل دول الخليج، الإمارات كلها بتحب مصر. احنا نصنا هناك، احنا لينا مصريين موجودين هناك في البلاد دي هدف 10 مليون، يعني 10% من شعب مصر قاعد هناك. وما تصدقوش يا مصريين يا اللي بره البلد خربت، اوعوا تصدقوا ومدخراتكم ترجع تخش هنا عشان البلد تقوم تاني. سيبكم الواد عمرو اديب بيقولوا، عمرو اديب دون بوق. كان حسني مبارك هو ايه اللي انا شخصيا، حسني مبارك ده اللي حميني. سيبك انه قال له البنت وفاء كيلاني، قال لي انا اللي حميني. والقناه كان قفلت، هو اللي راجع. لا مش قفلت عشان السياسه، قفلت كان لهم فلوس. وسياده الرئيس انا نبهتك كده، انا اول واحد قال لعمرو اديب ده بره عيل رقيع. لميس بتلبس مجوهرات في الحلقه الواحده ب 11 12 مليون، وفي ناس بتاكل من الزباله. عمرو اديب الساعه ب 2 مليون 3 مليون اهو مليون بسبب هو الخطيب. ما عادش اهو ما فيش ساعات، ما عادش بلبس ساعات اهو خلاص عقدوني من الساعات والله يا سياده الملك. والله والله بجد. انا عندي مراتي جايبه لي واحمد وامير واميره ساعات بالهبل، هدايا بيسافروا بره بيجيبوا لي ساعات. قلت لهم والله ما عدت لابس ساعات. خلاص، ما انت بيجي لك عقد من حاجات معينه. خلاص رئيس نادي واخد ساعات مش عايز يرجعها، وكل شويه يقول لك ايه تحيا مصر خدها. بتحدى خلي واحد فيهم يطلع يوريني محضر استلام الساعات.
حد فيهم يطلع يوريني محضر استلام 228 مليون جنيه و500 اللي خدهم محمود الخطيب من السيد تركي الشيخ لمشروعات في النادي وخدهم لنفسه. وروني عشان اسكت، هقعد اتكلم كل يوم. تمام. ورونا ال6 مليون اللي خدهم محمود الخطيب قبل الانتخابات عشان يسقط محمود طاهر. ده مش كلامي، ده كلام من تركي السيد تركي الشيخ في بلاغ رسمي. ورونا يا جماعه المحاضر دي. ده انت لما تيجي لجنه هنا عشان تسلم وتستلم نادي، امين الصندوق القديم وامين الصندوق الجديد والشباب والرياضه والدنيا كلها بتعمل محضر. فين المحضر؟ يا جماعه الساعات اتباعت لعريان فهيم. عيب. عايز اشوف المحضر عشان ما اتكلمش تاني. خلاص، ده مناسبه ان انا ما عدتش بلبس ساعات. جمهور الزمالك هو ورا فريقك. عندنا ماتش كاس، انا سعيد جدا بالجمهور اللي ال 5000 حجزوا فورا. وانا كان معاه اخ احمد دياب النهارده. هو جمال علام راح فين؟ صح، راح فين النبي؟ وانا امبارح قلت لك، هو امبارح حلقه امبارح اللي انا جمال علام الواد اللي اسمه كلب بيكر ده قاعد حاطط رجله على رجله في وشهم. امبارح اتذاعت دي ولا لسه ما اتذاعتش؟ اتذاعت امبارح؟ اه. والتاني قاعد عامل كده. اقف ورا فريقك، واقف ورا فريرة. وانا عايز الولد مترجم يترجم اللي اتقال ده واللي بيتقالوه للجمهور واديهوله. ما هو مش معقول فيها هيجي مدرب يا جماعه هيعرف الصح ويعمل الغلط. هو مدرب عالمي وكلنا وراه وبنسانده وبندعمه، وان شاء الله هيكسب باذن الله، ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. يمكن كان في حاجه اخيره عايز اقولها. المفروض النهارده كنا هنذيع ردي على فشيكه الشباشي، فطلع الفيديو واخد 2.5 ساعة، لان انا واخد فشيكه، واخد ابراهيم حمالات، واخد الواد طارق فشكاوي، واخد الولد اللي مسمي نفسه اسلام هو ملوش علاقه بالاسلام، واخدهم كلهم مع بعض عشان تبقى صورة. فالموضوع كبر قوي. فاحنا النهارده ردي على اخويا محمد مصلحي، وبعتذر عن فشيكه النهارده. احسن حد يقول لك ايه، حد في الدوله كلمه قال له نبي ما لا هينزل. وعلى فكره موضوع التلفزيون ده مع احترامي طبعا لكل القنوات، حتى الواد علاء النصاب الكحك ده قال لي قبل كده اللي عليه قضايا واحكام وشيكات، قال لي الصفحه بتاعتك الناس اللي عليها قد اللي بيتفرجوا على كل البرامج 20 30 مره. فما حدش في الدوله قال لي ما تنزلوش. بصراحه احنا في عصر الحريه، بقول اللي انا عايز اقوله، بنتقد السيد الرئيس ما فيش مشكله بس من بلدي من غير ما حد يديني فلوس. بنتقد تحيا مصر، انتقدت حزب مستقبل